اهلا بيكم. معاكم امير محمد. والفيديو دوت هنشرح فيه جي 4 وايه الداتا اللي نقدر نطلعها منه وازاي نستخدمها. اول حاجه بنفتحها هنلاقي في الهوم هنا اوفر فيو كده سريع: اليوزرز والنيو يوزرز والاي كوميرس بيرشز والايفنت كاونت وكل التفاصيل السريعه اللي نقدر نشوفها. طيب، بعد كده بنخش على الريبورتس. الريبورتس هنلاقي هنا في اول حاجه السناب شوت. ده بيجيب لنا حاجات نظره سريعه كده على اغلب الداتا. نلاقي في الأول نفس الفترة اللي فاتت أو نفس اللي هم كده: اليوزرز والنيو يوزرز والافريج انجيجمنت تايم وشوية داتا تانيين زي التوتال ريفينيو وهكذا، وبنقدر نعدل في الحاجات دي بشكل سهل وبسيط. تاني حاجة اليوزرز لاست مينيت 30 مينيت ديت كانت موجودة في الهوم برضو. طيب، في هنا هنلاقي الانسايتس. الانسايتس ديت بقى نقدر ايه؟ نكريت انسايتس او نكريت كاستم انسايتس بشكل حلو جدا. ببساطه او فكرتها ايه؟ ان انت دلوقتي لو حصل لو انت بتسكيل مثلا ودي بتجيب مثلا او متعود ان انت بتجيب 100 اوردر في الساعه كل ساعه، فانت ما تقدرش تتابع الكامبينز بتاعتك على كل ساعه او على مدار ال 24 ساعه. مش تقدر تعمله. وفي نفس الوقت لو انت بتصرف رقم كبير كل ساعه، فلو حصل اي مشكله في الويب سايت، سواء الستوكات خلصت، سواء الويب سايت وقع، اي حاجه اي حصلت مش طبيعيه، فانت هتلاقي ان انت صرفت رقم كبير على الفاضي وخسرت رقم كبير واثر معاك اوفر اول على النتائج بتاعت اليوم دوت، او الاسبوع ممكن لما انت بتسكيل بشكل اكبر كمان. طيب، هنا ايه اللي بيعمله هنا؟ ببساطه انت بتقول له والله لو لقيت ان في حاجه مش طبيعيه حصلت في ارقام الاوردرات خلال على مدار الساعه او على مدار اليوم او على مدار الاسبوع، ابعت لي نوتيفيكيشن على الايميل. طيب، لو لقيت مثلا حاجه حصلت مش طبيعيه على الريفينيو، ابعت لي برضو نوتيفيكيشن على الميل. طيب، لو لقيت ان عدد الاوردرات بقى 80 او اقل من 80 في اي ساعه على مدار اليوم، ابعت لي ايميل نوتيفيكيشن برضه. فده بنعمله ازاي؟ ده بنعمله من كاستم انسايتس. اول حاجه هنقدر ان احنا نشوف الفريكونسي بتاعنا اللي هو ديلي ولا بالساعه، والساعه ديت بتبقى ويب اونلي بس، اللي هو بتبقى شغال على ويب سايت، او ويكلي او مانثلي. طيب، تختار هنا السيجمنتس بتاعتك. تقدر ان انت تخليها اول يوزرز او تخليها سيجمنتس محدده، سواء بالجندر او الايدج او حاجات كتيره جدا. طيب، تاني حاجه المترك. المترك هنا بتقدر تخليه مش بس على الكونفرجنس او الفاليو، لا كمان تخليه على اليوزرز. تقدر ان هي 1 day total users، الاكتيف يوزرز، الافريج انجيجمنت، الافريج ايفنت ريفينيو، البرودكت ريفينيو، كونفرجنز. كل الحاجات دي تقدر تعمل لها او تضيفها عندك في التوتال يوزرز والسيشن بير يوزرز والحاجات دي، تضيفها عندك في الكاستم انسايتس دي. طيب، هنضيف مثلا كونفرجن مثلا. فين اي كونفرجن؟ هنا نقدر نخليه دوت الجزء ده انومالي دوت، بيكون اللي هو حاجه اب نورمال او حاجه مش طبيعيه حصلت. فبيقول لك فبيبعت لك نوتيفيكيشن على طول، سواء حاجه حلوه او وحشه، حاجه مش طبيعيه. يعني انت دلوقتي متعود ان انت تجيب كل مثلا ساعه في اليوم دوت 100 اوردر، فمره واحده بقت 200 اوردر، فهو يبعت لك نوتيفيكيشن يعرفك. او مره واحده بقت 50 اوردر، فهو برضه يبعت لك نوتيفيكيشن يعرفك. ودي حاجه كويسه جدا، لان مثلا لو عليت مثلا ل 200 اوردر مره واحده، فهنا ممكن يكون حصل اوفر سمنت مثلا على الداشبورد بتاعت الادز. فانت تروح تتاكد هل السي بي بي او الرو اس بتاعك او الارقام بتاعتك عموما كويسه مظبوطه ولا لا، وتقدر تاخد اكشنز عليها. طيب، هنا انت بتقول له لو اقل او تساوي كذا، يعني مثلا لو اقل من 80 او 80 اوردر. تمام. طيب، هنا اعلى من 80 او 80. طيب، هنا زادت بنسبة كذا أو قلت بنسبة كذا أو اتغيرت بنسبة كذا، سواء زادت أو قلت، فبيبعت لك نوتيفيكيشن على طول. طيب، هنا بتختار الانسايت نيم بتاعتك ده. هنا هو كاتب لك فور اكزامبل، مثلا انت بتقول له الريفينيو بتاعي اقل 100 من في الويك دوت او الفتره او اليوم دوت او هكذا. انت بتضيف له بقى ايه؟ التفاصيل بتاعتك كلها اللي انت محتاجها. يعني مثلا
انا ممكن ادخله بالعربي عادي، ممكن ادخله بالانجلش عادي، دي حاجه ليا انا، عشان لما يتبعت لي نوتيفيكيشن ابقى انا فاهم ايه اللي حصل بالظبط. تمام. طيب، مانج نوتيفيكيشن زي هنا بتقدر انت تحط له ايه؟ اليوزرز، الايميلات اللي تقدر ايه تحطها. بقدر احط كوما واحط ايميلات تانية براحتي عادي جدا. اليوزرز اللي بيبعت لهم النوتيفيكيشن مش ايميل واحد. بعد كده بعمل سيف او كرييت. طيب، هل ده بس اللي موجود؟ لا، انت لو رحت على الفيو انسايتس وعملت مانج، هو بيبقى عامل لك حاجات اصلا اوتوماتيك، وبتقدر بس ايه تعلم عليها وتخليها ايه تشتغل. طيب، اول حاجه هتلاقي ان هو عامل لك في الايفنت كاونت، الديلي ايفنت كاونت، او الديلي فيوز او الديلي كونفرجن او الديلي ريفينيو او الديلي يوزر. انت دي تقدر تعملها على طول، فعالة على طول، وتشتغل بيها على طول من غير اي edit او من غير اي حاجه. طيب، دي أول حاجة جديدة، أو نقدر حاجة كويسة نقدر نستخدمها في شغلنا. طب، هنلاقي بعد كده البيزنس اوبجكتيفز. هنا الدرايف ان سيلز. هنا الاوفر فيو هيجيب لنا الاوفر فيو بتاعنا: توتال ريفينيو، الاي كوميرس ريفينيو، توتال بيرشيز، فيرست تايم بيرشيز، الافريج بيرشيز ريفينيو بير يوزر. هنلاقي اسماء المنتجات عندنا، هنلاقي كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها. تحتها بقى هنلاقي الايتم نيم، نلاقي حاجه زي كده: برودكت بيرفورمانس سكيل يونيفرسال اناليتكس. هنلاقي بيجيب لي الايتم نيم وبيجيب لي كل ايتم ايه اللي حصل فيه. يعني مثلا هنلاقي هنا مثلا الايتم دوت، الايتم فيود الناس اللي شافته 50، الناس اللي عملت له فتره 22. تمام؟ فبيقدر يجيبك ايه داتا كويسه عن كل ايتم، والداتا دي كلها الايتم فيود، الايتم ستارت بالبيرسز، ريفينيو، كونفرجن ريت، وهكذا. في نقطة هنا: الكونفرجن ريت دوت في العادي مش هتلاقيه عندك، أو الجزء ده يوزر كونفرجن ريت ده مش هتلاقيه. طيب، بيضاف ازاي؟ هو في الأول كان بيبقى من ضغط بالنسبة على بني آدم. المية في المية، ده اليوزر هنا بكل سهولة. طيب، هنا البروموشنز. هنا البروموشنز او الان اب بيرشز هنلاقيها تبقى خاصة بالابس. بس هنا هتلاقي فيه آه، سوري، هتلاقي هنا مش جايب لك الداتا بتاعت البروموشن، ولكن جايب لك الداتا اللي زي التشيك اوت والبيرشز والريفينيو وهكذا. نلاقي هنا بقى اليوزر بيرشز جيرني. هنا هنلاقي بيظهر لنا، بيقول لنا لو عندنا مشاكل في الفرن، بيقول لنا الفرن بتاعتنا بتبدا منين وبتنتهي فين وايه اللي بيحصل فيها بالظبط. طيب، هو ده بيضيفها بشكل اوتوماتيك، مش محتاج تتدخل في اي حاجه خالص. تلاقي هنا بيضيفها على طول، بيقول لك السيشن ستارت في الستيب 1، بعد كده فيو برودكت. تمام. طيب، هنا ايه الفرق بين هنا وهنا؟ طب هنا فيو برودكت، ما هو بيدخل على البرودكت بيج على طول. لا، هنا في الاكونت دوت هنلاقي ان هو اغلب اللينكات، او تقريبا 100% من اللينكات بتروح على كوليكشن بيج او الهوم بيج، وبعد كده اليوزر بيخش على البرودكت بيج بنفسه. هنا هتلاقي السيشن ستارت ديت، ده اللي دخل على الكوليكشن بيج. لو هو بيروح على البرودكت بيج على طول، او اغلب الادز بتروح على البرودكت بيج على طول، هتلاقي الفرق ما بين السيشن ستارت والفيو برودكت تقريبا مش موجود. طيب، هنا الفرق كبير لانه بيروح على كوليكشن بيج. طيب، تلاقي هنا بيدي لك ارقام، بيقول لك 50% بالظبط كملوا الريفيو بلوت. 50% بالظبط. طبعا طبيعي هتلاقي هنا ال 50% الاباندنت ريت
وبيجيب لك الرقم بتاعهم 297. تمام. طيب، وهنا بيجيب لك، انت بتقف عليها بيقدر يجيب لك الاول يوزرز اللي هي 594، وهنا بقوا 297 اللي هم هتلاقيهم هنا. دول اللي كملوا هتلاقيهم تحت هنا كملوا. طيب، ده الفيو برودكت. الفيو برودكت، بعد الفيو برودكت بقى كام واحد بيعمل اد تو كارت؟ هتلاقي 8% بس بيعملوا اد تو كارت، يعني اباندون تريد تقريبا دخل في 92%. تمام. هتلاقي هنا الارقام بيقول لك ايه، 272 ما كملوش، تسعه بس هم اللي عملوا اد تو كارت. طيب، من بعد الاد تو كارت ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي فيه 11. طيب، هل هنا 11 دوت في معناه كده ان دي الارقام غلط؟ لا، الارقام مش غلط، ولكن هو بيكون في تو بوتنز في البرودكت بيج. واحد بيودي دايركت على التشيك اوت او بيعمل سكيب الكارت، وواحد بيودي على الكارت بيج او بيعمل اد تو كارت على طول. طيب، فدوت هنا هتلاقي في ناس دخلت على التشيك اوت وفي ناس دخلت عملت اد تو كارت الاول، وعشان كده حصل. فهتلاقي هنا طبيعي ان ممكن ما يكونش ما يكون التشيك اوت اعلى من الاب تو كارت، يعني بما ان كده كده هو اليوزرز بتروح على التشيك اوت، ولكن الحاجه اللي ممكن ما تتمش هي الاب تو كارت. طيب، هنلاقي في البيرشز في الاخر نقدر نعلمها عشان نقدر نشوفها بسهوله. نلاقي البيرشز في الاخر هنا الاول يوزرز خمسه، هنلاقي اللي كمل من التشيك اوت 31%. بس الاماندمنت ريت هنا بيجيبه لك برضه 68%، 8 من 10. طيب، هتلاقي تحت هنا بيجيب لك الديفايس كاتيجوري بقى، الموبايل والديسكتوب، وكل واحد ايه بدأ السيشن ستارت بتاعته كام، واللي عمل فيديو بتاعته كام، وهكذا. فبتبدأ تشوف هل النسب ديت مظبوطة على كل كاتيجوري أو على كل نوع جهاز، مثلا كموبايل أو ديسكتوب أو تابلت، ولا في مثلا التابلت مثلا راح له ترافيك كبير، وهم دول اللي بيعملوا مشكله او عاملين ازمه او مشكله عندك في بعض الخطوات من الفانل. فبتقدر تحدد الحاجات دي بسهوله. طبعا هل بتقدر بس ديفايس كاتيجوري؟ لا، بتقدر تشوف الكانتري، بتقدر تشوف السيتي، اللانجوج، البراوزر، كل الحاجات دي، عشان برضه ايه، تقدر تطلع ارقام افضل كتير. طيب، بعد كده نقدر نخش على اللايف سايكل. هتلاقي في اكوزيشن هنا بيتقسم لثلاث حاجات. اوفر فيو طبعا زي بقيه الحاجات، في اليوزر اكوزيشن والترافيك. الاوفر فيو هيجيب لك الحاجات الطبيعيه بتاعتك في الاوفر فيو زي بقيه حاجات، زي اليوزرز والنيو يوزرز والشانل جروب، او الترافيك سورس جاي منين، من اورجانيك سوشيال ولا اورجانيك شوبينج ولا دايركت ولا ايه. بعد كده هتلاقي اليوزر اكوزيشن والترافيك اكوزيشن. ايه الفرق ما بينهم؟ لو دخلت هنا هتلاقي تقريبا نفس كل حاجه. طب تعالى نشوف على الترافيك سورس كده، ده برضه نفس كل حاجه، يعني نفس الايفنتس، ونفس كل حاجه، ونفس التفاصيل اللي بيديها لك. طيب، ايه الفرق هنا بينهم؟ اليوزر اكوزيشن بيجيب لك النيو يوزرز واليوزرز العاديين، يعني هو بيجيب لك بيقسمهم لك، يعني بيقول لك دول نيو يوزرز. تمام. طيب، الترافيك اكوزيشن بقى هو بيجيب لك الترافيك كله، بيقول لك كل دول يوزرز، سواء ناس جديده او ناس قديمه. فهو هتلاقيه هنا كاتب لك يوزرز بس، ولكن في اليوزر اكوزيشن هتلاقيه كاتب لك نيو يوزرز. بص، نيو يوزرز هي دي الفرق بس الواحد، هو ده بيجيب لك على النيو يوزر، وده بيجيب لك على الترافيك كله. طيب، هنا دلوقتي انا محتاج اشوف اليو تي امز بتاعتي، من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدم جي 4 فيها ونستخدمه باستمرار فيها. طيب، الجي 4 بتاعي نقدر ان احنا نروح على اليوزر اكوزيشن او ترافيك اكوزيشن. انا هنروح على الترافيك اكوزيشن عشان يجيب لي الاول داتا. تمام. نقدر ان احنا نعمل فلتر هنا، هتلاقي فيه هنا سيشن سورس، والسيشن ميديم، والسورس وميديم، والكامبين والبلاتفورم، وكل حاجه انا محتاجها. فانا هحط ايه السورس والميديم، ممكن جنبها ايه نحط الكامبين. شوف نقدر نحطها ولا لا. ايه سيشن كامبين، نقدر ايه نضيفها على طول. فنقدر ان هنا نحط، هنلاقي هنا ايه جاب لنا كل حاجه. طيب، هنلاقي هنا في الاخر خالص بقى الحاجات اللي تهمنا، هتلاقي الايفنت كاونت والكونفرجن. طب ايه الفرق هنا بين الايفنت كاونت والكونفرجن؟ الايفنت كاونت هو بيجيب لك كل الايفنتس اللي بتتعمل، سواء فيو كونتنت او اد تو كارت او تشيك اوت وهكذا. لكن الكونفرجن هو بيجيب لك البيرشز بس، يعني لو جيت هنا هتلاقيه بص تقدر تختار من كل دول، لو جيت هنا هتلاقيه اختار لك البيرشز بس. ليه؟ لان الحاجه الوحيده الكونفرجن اللي عندك هي البيرشز، ودي تقدر تعدلها على عايز تضيف ايه كونفرجن مختلف غير البيرشز تقدر تعملها، ولكن هو بيعمل اوتوماتيك البيرشز. فانت هتلاقي هنا سته بس.
هتلاقي هنا اغلب الكامبينز ك سيشن سورس وميديم، وهتلاقي الكامبين نيم، وهتلاقي كل الحاجات التفاصيل اللي انت عايزها، بس برضه ناقصه الكونفرجن ريت. مفيش هنا كونفرجن ريت، فبتقدر تعمل كاستمايز ريبورت بشكل بسيط جدا، وبتضيف الكونفرجن ريت من خلال الميتريكس. وهتنزل تحت خالص هتضيف اد مترك تاني، وهتدور على سيشن كونفرجن ريت، او سوري، خليها اليوزر كونفرجن ريت. فين يوزر كونفرجن ريت، ونعمل ابلاي. هو بيقدر يظهرها لنا هنا على طول من غير ما نعمل سيف، وبنقدر نعمل سيف على طول، وبيبقى يقدر الريبورت زي ما هو للناس كلها ظهر. تمام. هنيجي هنا هنلاقي عندنا بس سيشن سورس اوف ميديا، وهنيجي هنا هنلاقي اليوزر كونفرجن ريت ظهرت، وهنقدر نشوف كل الكونفرجن ريت او الفروقات ما بينهم لكل سورس وميديا وهكذا. تمام تمام. طيب بعد كده بنلاقي حاجه اسمها الانجيجمنت، بنلاقي اوفر فيو. هيجيب لنا الافريج انجيجمنت تايم، وهيجيب لنا الانجيج سيشن باليوزر، وهيجيب لنا كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها. هنلاقي هنا الايفنت كاونت والايفنت نيم، وهنلاقي هنا البيج تايتلز. طيب بعد كده نقدر نشوف ايه تاني؟ الايفنتس. الايفنتس هنا بنقدر نشوف، انا دلوقتي مثلا كتبت ايفنت بتاع البيج لود تايم مثلا، او ضفت ايفنت جديد، فبقدر اشوف من هنا هل هو مسمع، ومسمع ازاي، ومسمع كم مره، ومسمع ازاي، وهكذا. طيب انا هنا بالفرنس تايمنج دوت، ده الايفنت اللي احنا ضفناه بشكل بشكل مانوال، او بشكل كاستم ايفنت. فنلاقي هنا البارامترز دي مش ظاهره. نلاقي هنا التفاصيل بتاعته، هو جاي من ايجيبت. نلاقي هنا الايفنت كاونت سيشن، برايفت مترك، برايفت مترك، برايفت مترك، كله برايفت مترك. فهنا هو مش مسمى المتركس منه ولا اركايفت. فهنرجع تاني، نلاقي البيج لود تايم ده كنا ضايفين هنا تو ايفنتس فور البيج لود تايم. برضه هو مسمى اركايفت مترك، مش مسمى المتركس هنا لسبب ما. هتلاقي في تقريبا عشان احنا ضفنا البيج لود تايم، هو كان نفس الايفنت ولكن غيرنا الاسم بتاعه البرفورمانس تايم، ولكن البارامترز بتاعته كانت هي تظل واحده من ضافه الكاستم ماتريكس. فغالبا بسبب الحركه ديت اتعمل لها اركايف. فبنقدر احنا نشوفها، ولكن هي حاليا الطريقه اللي احنا بنقدر نشوف فيها هي بنشوفها من خلال داتا ستوديو، والداتا ستوديو بتسمع بشكل مظبوط ما فيهاش مشاكل. كده كده مش بنستخدم الايفنت من هنا. طيب لو عايزين نشوف حاجه زي البيشنس، سوري، نلاقي البيرشز والايفنت كاونتر يوزر والبيرشز ريفينيو. نلاقي التفاصيل بتاعت الايفنت نفسه، تفاصيل قليله مش تفاصيل كبيره. طيب بعد كده الكونفرجنز، وهي نفس الفكره برضو بتاعت البيرشز، توتال يوزرز وتوتال ريفينيو وهكذا. بعد كده البيجز اند سكرينز. هنا بيجيب لك البيجز بقى واللينكات اليوزرز تدخل عليها، الفيوز بتاعتها قد ايه، اليوزرز بتاعتها قد ايه، الافريج انجيجمنت تايم، كل حاجه، والترافيك بيروح على انهي لينكات اكتر، والترافيك ايه، او الكونفرجن ريت بتاعها ايه، والكونفرجنز بتاعتها ايه، وهكذا. فبتقدر تعرف كل ده من هنا براحتك على كل بيج او سكرين او لينك معين. اللاندنج بيجز نفس الكلام برضه، بيودي على اللاندنج بيجز، بيجيب لك التفاصيل بتاعتها ككونفرجن، توتال ريفينيو، كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها. بتقدر برضه تعمل كاستمايز ريبورت، وتضيف ايه الحاجات الميتريكس اللي انت محتاجها. مونetization هنا هتلاقي في الاوفر فيو، هنا هتلاقيها نفس البيزنس اوبجيكتيف. يعني هتلاقي هنا التفاصيل بتاعت المونتيزيشن،
هتلاقيه نفس البيزنس اوبجيكتيف. هنا هتلاقي درايف اونلاين سيلز، وهتلاقي بيرشيز ايتم نيم، وهتلاقي بروموشنز. هنا هتلاقي برضه الايتم نيم، وهتلاقي اليوزر جيرني، وهتلاقي الان اب بيرشيز، وهتلاقي ببلشر ادز، وهتلاقي البروموشنز وهكذا. هي بس بتضاف ايه الحاجات بتاعت الاب زي الان اب بيرشيز وهكذا. نفس كل حاجه هتلاقيها موجوده. هتلاقي بس ايه الريتنشن كمان. الريتنشن هنا بيقول لك اليوزرز كام والريتيرن منهم قد ايه. واليوزر ريتنشن باي كوهورت دوت هتلاقيه برضو ايه جايب لك كل يوم كام في المية والنسبة وهكذا. يعني اليوزر ريتنشن، يعني الانجيجمنت، لايف تايم فاليو، ده كل التفاصيل اللي انت محتاجها. نيجي تحت على اليوزرز، اليوزر اتريبيوتس، الاوفر فيو بتاعه. هتلاقيه جايب لك بقى ايه اليوزرز باي كونتري، وهتلاقي جايب لك السيتيز، جايب لك ايه التفاصيل بتاعتك كلها زي اللانجوج وهكذا. الجرافيك ديتيلز، تقدر هنا تعمل الكانتري، ريجن، سيتي، لانجوج، ايج، انترست، كل التفاصيل بتاعتك يظهرها لك في التفاصيل، كل انترست كل حاجه. في حاجات زي الانترست اوقات بتظهر اوقات لا. للاسف برضه مش بتظهر، ممكن عشان الاكونت جديد وفي داتا لسه ما بتسمعش عندي. في حاجات بتسمع بشكل غلط. وللاسف جي 4 هو الفتره ديت في ابديتس كتير، فهنلاقي ان في حاجات كتير او في اكونتس عندنا، في حاجات هتلاقيها مختلفة. يعني في بعض الاكونتس ما فيهاش البيزنس اوبجيكتيف. في بعض الاكونتس متشال منها اللايف سايكل. في بعض الاكونتس فيها حاجات ازيد، في بعض الاكونتس فيها حاجات اقل. في ابديتس كتيره بتنزل وبتنزل على اغلب الاكونتس يعني. فاحنا بنشرح كل التفاصيل او كل جزء منهم عشان نقدر نعرف ازاي نطلع الداتا اصلا. تمام. ان هنا الاودينس هنلاقي بيقول لك الاودينس والبيرشيزر، ونقدر نكريت اودينس جديد. تمام. هنا تك في الاخر. التاج هنا هيجيب لك اليوزرز بيجوا من ويب ولا لا، اليوزرز بيجوا من اندرويد ولا اي او اس ولا لينكس ولا ويندوز، الديسكتوب والتابلت، البراوزر نفسه. يجيب لك كل التفاصيل، السكرين، دقة الشاشة نفسها. دي هتفرق معاك في نوعية الموبايلات اللي أنت بتارجتها. يعني دلوقتي هتلاقي في بعض الموبايلات الريزوليوشن بتاعها عالي، بعض الموبايلات الريزوليوشن بتاعها أقل، وهكذا. فبتقدر تحدد دقة الشاشة نفسها، وتقدر تحدد أبعاد الشاشة من الريزوليوشن دوت. فعشان تقدر إن أنت إيه تعمل حاجات بأبعاد معينة، ديزاينز بأبعاد معينة، وتبدأ إن أنت تشغلها وهكذا. تقدر إن أنت تطلع إيه شوية أفكار من الحاجات التك أوفر فيو أو التك ديلز هنا. تلاقي البراوزر، هتلاقي البراوزر أوفر تايم، وهتلاقي هنا اللي جايب لك كروم والسفاري والإن إب كل حاجة. يعني بتقدر برضه تختار براحتك من الحاجات اللي أنت عايزها، الأوبريتنج سيستم والأو إس فيرجن، كل التفاصيل اللي أنت تحتاجها. اللايبرري هنا ديت، كل الريبورتس اللي انت شفتها ديت هتلاقيها في اللايبرري. في حاجات بتنزل ابديتس من جي 4، بيقول لك ان هو مثلا ضاف جزء جديد مثلا زي البيزنس اوبجيكتيف مثلا ده. فساعات ما بيضافش اوتوماتيك، فبتيجي هنا بتلاقيه موجود في اللايبرري. فبتقدر انت ايه تضيفه على طول من هنا. فهتلاقي هنا عندك البيزنس اوبجيكتيف، اللايف سايكل، اليوزر. فبتقدر ايه تضيف الحاجات ديت، او تقدر انت تكريت نيو ريبورت على طول من عندك. تمام. حتى هنا خلصنا الريبورت. ندخل على الاكسبلور. اكسبلور هنا بنقدر ان احنا نكريت كاستم ريبورت من خلال باشكال مختلفه بقى ايه للفانل، لل 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 لل- للداتا بتاعتنا كلها. بحيث نقدر نضيف الماتريكس بتاعتنا من الكاستم ماتريكس الكلام ده كله. يعني نقدر هنا ان احنا نضيف سيجمنتس، نضيف
دايمنشنز، نضيف ماتريكس، هنضيف ايه الاشكال او الطريقه بتاعت القياس نفسه، نقدر نضيف كل حاجه. نقدر نختار الفانل ولا اليوزر اكسبلور ولا اليوزر لايف تايم وكل حاجه اللي احنا محتاجينها. في حاجات هو بيديها لك بشكل معمول بالفعل، زي مثلا الفانل ده، تقدر تدوس عليها، يضاف لك، يضاف لك الايفنتس، ويضاف لك اليوزر، يضاف لك كل حاجه بشكل اوتوماتيك، تقدر تعدل عليها او بتقدر تستخدمها زي ما هي كده على طول. تمام. خش على الادفرتايزنج. هنا بقى هنلاقي من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها في اول الفيديو، وهي ايه الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها او كانت موجوده في الجي 4 ونقدر نستخدمها، او كانت سوري موجوده في اليونيفرسال ونقدر نلاقيها في الجي 4. منهم حاجه زي التايم لاج، او نقدر ازاي نعرف اليوزر خد وقت قد ايه عشان يشترك. ودي بتفيدنا في ايه؟ دي بتفيدنا في حاجات زي الادز، زي فيسبوك مثلا اد، اختيار الاتريبيوشن سيتنج او الاتريبيوشن ويندو اللي نقدر نشتغل عليه. طيب الاتريبيوشن ويندو هنا في فيسبوك هو من الاخر بتقول لك، بتقول له انت اشتغل لي على اتريبيوشن ويندو 7 داي كليك و 1 داي فيو، روح للناس اللي هي ممكن تاخد الاكشن في خلال 7 ايام، او بقول له روح للناس اللي تاخد الاكشن في خلال يوم واحد زي ال 1 داي كليك او ال 1 داي فيو. تمام. فانا على اي اساس ببدا ان انا اتست ده؟ انا دلوقتي لو عايز اجرب تيست في الاول ومش عايز اتست الاثنين مع بعض، انا عايز اتست حاجه في الاول واحده بس، فانا على اي اساس بقدر اعمل ده؟ بقدر اعرفه من التايم لاج. طيب هنا اسمه اتغير بقى، اسمه كونفرجن بقى. خش عليه، هنلاقي جاب لنا هنا الكونفرجن بتاعي. طيب اول حاجه بقدر اغير هنا الاتريبيوشن سيتنجز، بخليها لاست كليك او داتا دريفن. بس لاست كليك هو مش هيجيب لك كام يوم، هو هيجيب لك ان هو اشترى من اخر يوم على طول. تمام. طيب، هنا هتلاقي الديسك تو كونفرجن، هتلاقيها 33%، ده الافريج. الافريج 33%. طيب ده معنى كده ان هو الافريج بتاعك بيشتري من يوم واحد. طيب انا دلوقتي عايز اعرف كل سورس بيشتري منين. سوري. هنا اقدر اعرف السورس نفسه بيشتري منين. يعني دلوقتي هنلاقي هنا كله برضه 33%، بس في واحد اشترى في خلال يومين، ده هتلاقيه فيسبوك. هنا هضيف لك السورس على فيسبوك. في حاجات برضه فيسبوك فوق اشترت على طول، بس هنا اشترى من خلال يومين. انت تقدر تشوف التفاصيل بتاعتك كلها بقى بالسورس الميديا من كل حاجه، هو اشترى خد يوم، خد كام يوم عشان يشتري وهكذا. فانت لو عندك اكونت الداتا بتاعته اكبر شويه، عشان ده برضه 6 كونفرجن مش رقم كبير، ولكن انت لو عندك اكونت الداتا بتاعته اكبر شويه، لو انت ماسك اكونت جديد فعنده هيستوري، فبتقدر تخش على الجزء دوت، تقدر تعرف الناس او الافرج بتاع اليوزرز عندك بيشتروا من، سوري، بيشتروا من في خلال كام يوم، عشان تقدر تحدد الاتريبيوشن ويندو اللي هتبدا بيها او هتشتغل بيها، او اللي فيها بوتنشال اكبر في انها تجيب لك نتائج احسن يعني. تمام. طيب في حاجه تانيه هتلاقيها جنب الدايز تو كونفرجن، هتلاقيها اسمها تاتش بوينتس تو كونفرجن. التاتش بوينتس ديت لو وقفت عليها هيجيب لك، هيقول لك ايه، ان ديت معناها ان عدد المرات اللي اليوزر بيتفاعل فيها مع الاد بتاعك عشان يكونفرت. فمن الاخر هو بيتفاعل مع الاد بتاعك كام مره عشان يكونفرت. هتلاقي الافرج بتاعها هنا هي 10 مرات، وهتلاقي في حاجات يوم، وهتلاقي في حاجات خمسه، وهتلاقي في حاجات 15 و19 وهكذا. بس هنا في حاجات تبقى ممكن تكون اسمه ايه دوت، ريتارجتنج مثلا، فهتلاقي في حاجات معليه معاك الافريج، فبتقدر ان انت تشوف في السورس والميديم وهكذا. لو مثلا جبت الميديم، مثلا لو في داتا اكبر يعني، وجبت الميديم بتاعك او الكامبين بتاعك، هتلاقي مثلا انت مسميها ريتارجت مثلا، فهتلاقي الريتارجتنج الفريكونسي بتاعها بيبقى اعلى، فانت بتظهر لليوزر بمرات كتيره او بعدد مرات كتير. فممكن ديت تلاقيها مثلا التاتش بوينتس هنا في الكامبين دي 10، فتلاقيها معليه الافريج تاتش بوينتس عندك. لكن مثلا هتلاقي في حاجات كولد مثلا هتلاقيها التاتش بوينتس بتاعها اقل شويه، فبتبدا برضو تديك بعض على اساسها. طيب هنا ده الاتريبيوشن او احنا نقدر نوصل اليوزر بياخد وقت قد ايه او كام يوم عشان يشتري. طيب في حاجه تانية حلوه جدا جدا، وهي مقارنه ما بين الاتريبيوشنز. انت دلوقتي في بعض الاوقات
لو شغال سكيل كبير على كل البلاتفورمز تقريبا، تيك توك، سناب شات، جوجل، فيسبوك، كل البلاتفورمز دي، ففي الغالب هتلاقي وانت بتراجع ارقامك اخر الشهر، هتلاقي توتال الارقام من الداشبورد في حاجه غلط او اعلى. طيب ده ازاي؟ انت دلوقتي ببساطه لو اليوزر عندك دخل على تيك توك، شاف الاد بتاعك ودخل وعمل كليك ودخل على الويب سايت بس ما اشتراش، طيب هيجي بعدها بكام يوم او بيومين مثلا شاف اعلان من فيسبوك نفس المنتج ونفس نفسك انت برضه دخل على الويب سايت عندك، راح داخل على الاعلان بتاع فيسبوك وعمل اوردر من هناك. في الحاله ديت فيسبوك هيحسب الاوردر عنده على الداشبورد لان هو الراجل دخل عنده. طيب في حاله تيك توك، لا، ما تيك توك برضه هيقول لك ان هو دخل على اعلان من عنده من كام يوم، فبالتالي هيحسبوه عنده برضه. لان تيك توك الاتريبيوشن ويندو بتاعته بتبدا من 7 ايام، من يوم تقريبا لحد 28 يوم. انت بتقدر تغيرها برضه بشكل مانوال. بتبقى الديفولت بتاعها 7 1 داي و7 و7 داي كليك، وبتقدر تغيرها لحد 28 داي كليك لكل ايفنت كمان. فبالتالي هتلاقي ان هنا الاوردر الواحد سمع مرتين على تو بلاتفورمز. طيب هنا عشان اقدر احل المشكله ديت او اقدر احدد بالظبط آه، الارقام الحقيقيه لكل داشبورد، ببقى أنا هنا محتاج ان انا اشوف الارقام بتاعتي من خلال حاجه او تول ليها اتريبيوشن سيتنج واحد او محدد. طيب لان كل بلاتفورم تانية بيكون ليها اتريبيوشن ايه، سيتنجز مختلفه او اتريبيوشن موديل مختلف. طيب هنا بيجيب لي بقى ايه، بيقول لي المقارنه، بيقول لي اللاست كليك والداتا دريفن. بيقول لي والله انا بقدر اختار مثلا السورس والميديوم، او اختار السورس بس عادي جدا. ممكن اختار السورس لو انا شغال على اكتر من بلاتفورم، ولكن هنا الداتا والترافيك قليلين فانا شغال لي الداتا كتير. ولكن هنا بيقول لي والله اللاست كليك والداتا دريفن قد ايه. اللاست كليك هنا بيقول لي الاف اف بي الاول واحده ديت 4، ولكن هنا الداتا دريفن 44. وبيجيب لي هنا ايه النسبه المئويه للفرق ما بين الكونفرجنز والريفيو. خلينا نفهم الاول الداتا دريفن ولاست كليك دي ايه. في بعض الاكونتس هتلاقي مش داتا دريفن ولاست كليك بس، ولكن هتلاقي اتريبيوشن موديلز مختلفه زي الفيرست كليك، وهتلاقي اللاست كليك، وهتلاقي داتا دريفن، وهتلاقي حاجه اسمها اليو شيب او بيبقى شكلها على شكل يو كده، او هتلاقي اللاينر. هتلاقي في حاجات كتيره ايه من الاتريبيوشن موديلز بتاعت جوجل، فبتقدر تختارها. تقدر مثلا تختار تعمل مقارنه ما بين اللاست كليك والفيرست كليك، تعرف ايه ايه اللي اليوزرز بتاخد الكونفرجنز عليه بشكل اسرع. يعني اللاست كليك، الفيرست كليك سوري، لو مثلا لقيته مثلا اعلى في الفيسبوك، فبتعرف ان الناس بتاخد اكشن على طول في الفيسبوك، على عكس مثلا تيك توك اللي هو الناس بتاخد اكشن ايه في من سوري تلاقي ان هو الفيسبوك لو فيرست كليك هتلاقي ان هو بياخد، الناس بتاخد اكشنز طويله او بتاخد اكشنز بعد فتره. ولكن تيك توك على طول لاست كليك لان الناس بتاخد اكشنز اسرع على طول. دوت بتعرف الفرق ما بينهم من المقارنه هنا بتاعت جي اف 4. طيب هنا داتا دريفن دوت عكس اللاست كليك. اللاست كليك بيجيب لك اخر كليك حصلت على انهي بلاتفورم وبيحسبها على طول، حتى لو الفرق ما بينهم ما بين كامبينز. بيقول لك اللاست كليك بتاع الكامبين ديت هو الراجل دوت اخر كليك عمله كان من الكامبين دي، فهو بيحسبها الكامبين دي على طول. طيب الداتا دريفن، طيب الداتا دريفن بيعمل حاجه مختلفه. بيعمل ايه؟ بيشوف والله هو دخل مثلا على تيك توك مرتين، ودخل على فيسبوك مرتين، فهو هيحسبها مثلا 50 50. او مثلا يشوف لك مثلا والله ايه بيحسبها بنسب معينه، ان هو مثلا هنا خد 3 44، يعني هو ما خدهاش بالنص، لا هو خد نسبة صغيرة منها على حسب هو شايف ايه اللي ليه النسبة الأكبر وبيقسمها وهكذا. تمام. فهنا دي حاجة مفيدة إن احنا نعرف أرقامنا بالظبط، ونعرف ايه البلاتفورم مثلا بتعمل دوبليكيت بشكل كبير عندنا وهكذا. وديت ما بتبقاش مشاكل في التراكنج، ولكن مشاكل في الاتريبيوشن موديل بتاع البلاتفورم نفسه. تمام تمام. طيب آه، من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات بتاع التراكنج، وهي الافريج بيج لود تايم، اللي احنا ازاي نضيفها ككونفرجن ككاستم ايفنت يعني، وازاي نشوفها على داتا ستوديو وتجيب لنا بالساعه وبالايام، والبيج لود تايم والكونتنت لود تايم والدومين لود تايم وكل الداتا اللي احنا محتاجينها والسامبلز والتوتال يوزرز. تمام.
ايه تاني نقدر نعرفه من جي 4 هنا؟ احنا اتكلمنا عن الكاستم انسايتس، اتكلمنا عن الفانل والتايم لاج، وفي حاجة تانية بقى أخيرة نقدر نشوفها، ألا وهي البريدكتيف اودينس في جي 4. دي في الغالب او على اغلب الاكونتس هتلاقيها لسه مش هتقدر ان انت تشتغل عليها، ولكن لو عندك اكونت فيه الداتا او الحاجات الشروط المحدده هتفرق معاك بشكل كبير. طيب ايه الشروط ديت او ايه الفكره عموما؟ هتلاقي هنا هنخش على سوري، نخش على الاودينس في الاول من الادمن، وهتخش على النيو اودينس. هنلاقي هنا في حاجه اسمها بريدكتيف. البريدكتيف ديت هتلاقي كلها ما ينفعش تستخدمها. طيب ما ينفعش تستخدمها ليه في الاول؟ خلينا نشوف. بيبقى لازم ايه فوليوم معين، ولازم ايه حاجات معينه. الفوليوم المعين دوت بيقول لك ايه في الاخر؟ انت بيبقى محتاج تقريبا حوالي 1000 يوزر في اخر اسبوع او اخر 7 ايام، او 1000 اوردر قصدي في اخر 7 ايام، وزيهم 1000 يوزر ما اشتروش. فانت 1000 يوزر ما اشتروش ديت بتبقى سهله. كده كده الكونفرجن ريت مش هيوصل 50% يعني عندك. ولكن 1000 اوردر ديت بتبقى محتاجه ايه سكيل كبير شويه، ان انت تقريبا مثلا ايه بتجيب 500 او اكتر من 500 اوردر في اليوم بشكل مستقر، فبيقدر ان هو ايه يطلع لك الاودينس ده. طب هنا دوت ايه فكرته بالظبط؟ هو بيقول لك والله خد السيجمنت دوت او خد الاودينس دول ممكن يشتروا منك ال7 ايام الجايين. طيب والله بيقول لك طيب خد دولت، ممكن دول كانوا اكتف يوزر عندك بس ال7 ايام الجايين ممكن ما يبقوش اكتف، خد اعمل لهم اكسكلود مثلا. طيب بيقول لك والله دول يوزرز ما اشتروش منك قبل كده بس ممكن يشتروا منك الاسبوع الجاي. طيب ويقول لك مثلا ايه في حاجات تانية ايه آه حلوه تقدر تستخدمها من الداتا ديت او من الاودينس دوت بشكل كويس جدا. بس لو عندك الفوليوم وعندك الداتا او الشروط اللي محتاجها، والشروط ديت منها ان هي بيبقى الكونفرجن بيسمى الكرنسي والفاليو، دي طبيعي جدا تبقى موجوده ولكن لازم تتاكد منها. طيب ايه التاني اللي لازم تتاكد منه عشان تظهر لك الاوبشن دي او تشتغل معاك؟ يعني لو عندك كل حاجه، اول حاجه هتروح على الاكونت سيتنجز وتأكد من إن الجزء ده متعلم عليه، عشان إيه إن هو يبدأ يسحب الداتا ويستخدم الداتا ديت في البريدكتيف اودينس عنده. تمام تمام. ببساطة ديت كل الحاجات اللي نقدر نستخدمها أو نقدر الداتا نقدر نصلحها وشرحها ببساطة جدا، وإيه الحاجات اللي مش هنلاقيها زي الكونفرجن ريت ونقدر نضيفها إزاي، وإيه الحاجات الفرق ما بين اليونيفرسال زي التايم لاج أو البيج لود تايم، وإزاي نقدر نجيبهم من هنا وهكذا. تمام. طيب من مميزات وعيوب جي 4 معانا أو من استخدامنا ببساطة هو الديلي. جي 4 بيطلع لك داتا حلوه جدا تقدر تستخدمها بشكل كبير جدا، ولكن داتا مش هتقدر تستخدمها بشكل سريع. الديلي بتاع تسميع الارقام عنده رخم شويه، بحيث ان انت ما تقدرش تاخد اكشن سريع على اساس الارقام دي، ولكن هيكون عظيم جدا ان انت تشوفه كل اسبوع او كل 3 ايام او كل شهر، هيطلع لك ارقام عظيمه جدا تقدر تمشي عليها. ارقام من البيج لود تايم ومن الكونفرجن ويندو او التايم لاج، ومن الاتريبيوشنز المقارنه بينهم، في حاجات كتيره جدا 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 تقدر تطلعها. والفانل او اليوزر جيرني تقدر تشوف الفانل بتاعتك فيها مشاكل في ايه، بتقدر تشوفها كمان من خلال يومين ثلاثه وهكذا، بتقدر تشوفها في داتا اتسمعت ولا لا. بس مشكله الديلي دي بس هي اللي هي هتأزمك سواء في اليو تي امز او الداتا تقدر تشوفها ازاي. ولكن ده ما يمنعش ان انت ما تستخدمش جي 4. ده بالعكس في داتا كتيره جدا هتفوتك، وفي حاجات كتيره جدا مش هتستفيد منها لو ما استخدمتش جي 4، ما سطبتوش وما استخدمتش المميزات الكتيره جدا. وبكده يبقى خلصنا الفيديو. شكرا.